ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه هنبتديها نسمي الله ونصلي على حضره الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجه وحشتوني جدا جدا. انا كنت في السوق النهارده وقلت هنجيب الحاجه الجميله دي اللي احنا بنحبها في الشتاء، قلنا نخزنهم مع بعض عشان خاطر ان شاء الله الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين. هنقلم الباميه بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين كده. دي كبيره هنقسمها حتتين، لو هي صغيره زي دي كده هنسيبها سليم. هنخزنها بطريقه سهله خالص مفيش فيها اي صعوبه. يلا بينا، بس هنقلم الباميه وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. خلاص قلمت الباميه زي ما انتوا شايفينها كده وغسلتها كويس وصفيتها في المصفى عشان تنزل اي ميه فيها، وكمان حطيت ميه تغلي على البوتاجاز على ما شايفين الميه يا جماعه بتغلي خالص اهي على ما كنت اقلم الباميه. هنضيف حوالي ليمونه كامله، ليمونتين معلش نص ونص، وهنضيف الباميه معاه. شايفين يا جماعه؟ بسم الله، مغسوله كويس ومصفيه. الخطوه اللي جايه بقى يا حبايبي ان احنا اول ما الباميه تقلب معانا قلبه واحده هنطفي عليها. ليه بقى؟ علشان خاطر احنا عايزين نحتفظ باللون الاخضر الجميل بتاعها ده. اول ما الباميه تقلب معانا مع الميه كده، طلعت الحله صغيره بس مش مشكله، هنسيبها بس اول ما تقلب معانا وتغلي معانا غلوه واحده بس، تغلب بس من الجناب كده هنروح طافيين على طول عليها النار. خلاص يا حبيبي بدأت تغلي من الجناب اهي بالتكتك اهي زي ما انتوا شايفين كده. احنا عايزينها بس التكتك بس كده، مش عايزين تغلي غليان تاني. خلاص، ومش عايزين لونها يغير خالص. بدأت تغلي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا كده هطفي عليها بقى. خلاص، الهدف من الميه المثلجه دي يا جماعه ان الباميه تفضل على لونها اخضر زي ما هو، لان غليت فجاه وكمان بردناها فجاه. خلاص بردناها على طول بسرعه، قصدي كده زي ما انتوا شايفين كده بردت معانا. ممكن اصفيها تاني زي ما انتوا شايفين كده، صفيناها هنسيبها تتصفى تماما وبعدين نشوف الخطوه اللي بعد كده. خلاص صفينا الباميه يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، وعايزه تفرزيها بالشكل ده كده عادي مفيش فيها مشكله. لو حابه انها تبقى مفرفضه زي اللي بتيجي في المحلات، الباميه باميه مفرده كده ما تبقاش لازقه في بعضها، هتحطيها على فوطه زي دي كده او حته قماشه كبيره كده نظيفه وهتسيبيها تنشف براحتها. اول ما هتبدا تنشف انا هكيسها بقى ونحطها في الفريزر. اي كميه انت عايزه بقى تفرزيها بالطريقه دي هتبقى احسن تفريز للباميه. لو قعدت معاكي اكتر من سنه هتدمنها بلونها وشكلها وقوامها وهتبقى جميل. خلاص هنسيبها بقى تبرد معانا وتنشف كده وبعدين نبقى نشوفها بعد شويه. يلا بينا. خلاص يا حبايبي الباميه زي ما انتوا شايفين كده اتفرفطت معانا واتفرطت بقت الواحده بوحدتها زي ما انتوا شايفين كده، مش في التمام. هنعمل بقى؟ هنكيسها على قد الطبخه اللي انت هتعمليها. خلاص مثلا لو جايبه كميه كبيره، انا عملت لكم الكميه دي 2 كيلو النهارده او 2 كيلو ونص، فانت لو حابه تجيبي 5 تجيبي كده، فتعملي على قد الطبخه اللي انت هتعمليها. خلاص اهم حاجه تخرجي الهواء منها. حط شويه كمان. دول اخر حبه، انا كنت فاكره انهم هلاقيهم شويه صغيرين، لا ما شاء الله ده طلعت الكميه متساويه من غير ميزان ومن غير اي حاجه. ما شاء الله هم لو 2 كيلو يبقى كل كيس نص كيلو. ما شاء الله. لو هتعمليها في رمضان بقى هتعملي جنب شويه رز، مش هنكتر قوي عشان الحاجه ما تبص معانا، بس ما شاء الله تحفه. ال2 كيلو عملوا 4 اكياس، تحفه بجد، وكمان نظافه، وكمان انت عارفه انت عاملاها ازاي ومقلماها ازاي ومصفياها كويس وموضباها.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون نال اعجابكم. لو في اي استفسار ممكن تكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ويا رب اكون بفيدكم يا رب في اي حاجه انتوا عايزينها، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والى اللقاء، باي باي.